عارف إيه هو أخطر نوع من الندم؟ الندم اللي بيخلّيك تكره نَفْسك، وتنسى إنّك أصلًا لسه بتتعلّم، وإنّك لسه في مرحلة بتبني نَفْسك، يعني طبيعي جدًا تغلط وتختار غلط وتثق في ناس ما تستاهلش وتاخد قرارات مش أحسن حاجة، بس ده عمره ما كان معناته إنّك فاشل، المشكلة الحقيقية مش في الغلط، المشكلة إنّك تُقف عنده وتفضل تجلد في نَفْسك، وتقعد كل يوم تقول يا ريتني ما عملت ويا ريت الزمن يرجع، مع إن الحقيقة لو الزمن رجع غالبًا كنت هتختار نفس الاختيارات، لإنك وقتها أخدت القرار بعقليتك وقتها، بخبرتك وقتها، وبظروفك بتاعة وقتها، فبدل ما تعيش جوّه الندم، اقعد مع نفسك وحلِّل اللي حصل، إيه اللي اتعلمته وإيه اللي مستحيل تكرره تاني، ما تندمش على مرحلة كان المفروض تعلمك، في ناس كلها اتولدت من غلطات كانوا فاكرينها نهاية حياتهم، خِف على نفسك شوية، أنت مش مطلوب منك تكون كامل، أنت مطلوب منك تتعلم وتكمّل، وعشان تكمّل صح لازم تستغل الأجازة دي وتخلّيها نقطة تحوّل حقيقية ليك. تابعنا عشان تعرف أكتر عن البرنامج اللي هنجهّزه ليك الأجازة الجاية.